الاتش ار مش دوره حضور وانصراف. الاتش ار مش دوره ان هو يعمل تحقيقات. الاتش ار مش دوره ان هو يتابع الموظفين بس. الاتش ار دوره اكبر من كده بكتير. عشان كده الاتش ار بقى اول دور ليه ان هو استراتيجيك. يعني ايه استراتيجيك؟ يعني يشارك في وضع اهداف الشركه، يحط الرؤيه والرساله. طب ليه دور استراتيجيك؟ عشان حضرتك انت اللي هتحط الرولز اللي الناس هتتبعها خلال تنفيذ رؤيه الشركه. مش بس كده، انت اللي هتحط القواعد وتعمل الهيكل وهتعمل جوب بروفايل وهتعمل حاجات كتيره جدا ان احنا نوصل بالشركه ان احنا نوصل للريزلت او النتيجه اللي احنا عايزينها. عشان كده في اي بي اس عملنا لكم دبلومه خاصه بجزئين او تو موديولز مهمين جدا. رقم واحد، هنبدا ناخد حاجه مهمه جدا اسمها استراتيجيك مانجمنت. هنبدا نتعلم فيها ازاي نعمل انفايرمنتال سكاننج او تحليل البيئه الداخليه والخارجيه، ازاي تحلل الشركه، ازاي تعرف نقاط القوه ونقاط الضعف فيها، ازاي تبدا تحلل البيئه الخارجيه، ازاي تحلل الفرص وتحلل التهديدات. وعشان تبدا تشتغل وتعمل بزنس بلان او بزنس استراتيجي صح، لازم تحول كل حاجه لارقام. فهندرس مديولز او ثيريز كتيره جدا وهنبدا نشتغلها بشكل عملي. النقطه الاهم اللي بتميزنا ان احنا ناخد كمان كل التولز الخاصه بالاي اي. يعني هنتعلم من اول ازاي ما نبدا نحلل انترنال واكسترنال لحد لما نبدا نسيت استراتيجي على مستوى الثلاثه كاتيجوريز اللي في الشركه، سواء كوربريت او بزنس او فانكشنال. بلس كمان هتتعلم ازاي تحط اكشن بلان للشركه وتبدا تعمل ايفالويشن ومونيتور للبزنس استراتيجي بتاعتك. طب خلصنا اول مديول اللي هو استراتيجيك مانجمنت، هنبدا نتعلم ازاي نحط القواعد. فهناخد ادفانسد او دي. هنتعلم ازاي نحط الهيكل بشكل سليم، هنتعلم ازاي نعمل ديزاين للهيكل، هنتعلم ايه هي انواع الهياكل اللي ممكن نستعملها في الشركه عندنا، هنتعلم ان مش كل الشركات ينفع هيكل واحد، في عندنا انواع مختلفه كتيره جدا. هنتعلم ازاي ان احنا نوحد الكالتشر للناس، هنبدا نحط الكور فاليوز، الكور كومبتنسز، الفانكشنال كومبتنسز، هنبدا نشتغل في الليدرشيب كومبتنسز بانواعها. وهتشتغل بايديك لان من اول يوم في بروجكت عملي. هنبدا نتعلم ازاي نعمل جوب اناليسيس وبنطلع منه باكتر من حاجه، مش جوب ديسكربشن بس. هنتعلم ازاي نحط الجوب ديسكربشن وازاي نماتش كل بوكس عندي في الهيكل باللي بعدها ونكملها. مش مجرد ان انا اخش على شات جي بي تي واجيب كلمتين واقول إن ده جوب ديسكربشن. هنتعلم ازاي نعمل بوليسز بالبروسيس بالتفصيل الممل بتاعتها. هنتعلم ازاي نعمل حاجه اسمها اس او بي، سكوب اوف بروسيجر. هنتعلم برنامج الفيزيو بتفصيله من اول ما اعمل الشارت واعمل الكروس فانكشنال وابدا ارسم الماب بتاعتي وابدا البروسيس وكل حاجه. من الاخر، جهز نفسك ل 40 ساعه طحن وشغل عملي على شركات، وهنبدا نطبق وهنبدا ننفذ خطوه بخطوه مع بعض. اللي هيفرق معاك في الدبلومه دي مش انك هتاخد معلومه، انك هتفهم الاونرز او اصحاب الشركات عايزين يوصلوا لايه، وحضرتك عامل الوصل بين الطرفين، بين الموظفين واصحاب الشركات. فهتفهم ازاي تلينك بين الاثنين. وهنا دورك كاتش ار، مش دورك حضور وانصراف.